المسمى الآن بتركستان الشرقية في عام 1881. كيف تمت السيطرة للصين على هذه المنطقة؟ أسمع منك الإجابة ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. فقط. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في برنامج قناديل لقاء الأستاذة الدكتورة ماجدة مخلوف والحديث عن تركستان الشرقية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. قبل الفاصل وصلنا إلى فترة احتلال الصين لتركستان الشرقية. هذه المنطقة يعني معروف عنها القوة، والصين حمت نفسها ببناء سور منعا لغزوات الأتراك والمنغول كما هو معروف تاريخيا. وأنت قلت يعني في التفاتة تاريخية ما هو يعني تابع لحد السور هو الصين، ما بعد السور ليس صينا، حتى كانوا يسمونها صين الصين. نعم. الصين القديمة هي صين الصين. وفي تلك المرحلة أيضا كانت الصين غارقة بحرب الأفيون كما هو معروف، وتجارة المخدرات بسبب تسلط طبعا الغرب على المنطقة، وهذا ما دفع نابليون إلى الحديث عن الصين. قال الصين مارد نائم دعه نائم وإلا هز العالم إذا استيقظ. فعلا المارد الصيني استيقظ والآن هز العالم وبات يعني قطبا من الأقطاب المهمة. لكن كيف تم للصين السيطرة على تركستان الشرقية رغم حالة الضعف التي تحدثت عنها في دولة الخلافة؟ لا نستطيع أن نقول أن الصين سيطرة مستقرة على تركستان الشرقية، لكن هي المسألة كانت بتخضع لحالات الخلافات التي قد تنشب داخل تركستان، و يعني تضارب المصالح وتضارب الأهداف، وتدخل الصين ثم تخرج وتقوم ثورة. لا نستطيع أن نقول أنها حكمتها بشكل دائم متصل، لكنها هي محاولات لفرض السيطرة وثورات من جانب التركستانيين للتخلص من هذه السلطة، بل أنهم أعلنوا دولة لهم. يعني في أخريات القرن التاسع عشر أيام السلطان العثماني عبد العزيز كانوا أعلنوا دولة تركستان. وأنا يعني معلومة كانت الحقيقة يعني لطيفة أظن إن يعني ممكن نقولها، إن حتى الخديوي إسماعيل أرسل هدايا لحاكم تركستان يعقوب بيه يهنئه بقيام الدولة، والمصحف الموجود في دار الكتب المصرية هو إهداء من حاكم تركستان رغم السيادة الصينية. لا، في الفترة التي استقلوا فيها، لأن هذه الفترات كان يتخللها فترات استقلال. نعم، يعني كان هناك كر وفر كما تقول حضرتك بالضبط، فترات استقلال مختلفة. وسلطان عبد العزيز أيضا أرسل سفراء وأرسل جنود لتدريبهم على القتال ولتكوين سلطاتهم. لا نستطيع أن نقول أنهم استقروا بشكل متصل، لكن هذا الاستقرار الكامل والسيطرة الكاملة هي من 1949. ما قبل هذا كانت فترات يعني بعد استقلال الصين بعامين 49. نعم. 1949 في هذا التاريخ مع وصول ماو تسي تونغ تمت السيطرة الكاملة المتواصلة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم. لكن سبق وهنا ظهرت بتسمية المقاطعة الجديدة. لا، المقاطعة الجديدة كانت في فترات السيطرة الأولى. نعم. ولكن هنا ثبت يعني بعد عام 49 استقر الوضع بمعنى المقاطعة الجديدة وليست تركستان الشرقية. يعني من معاني الكلمة يقال حتى لفظ الجديدة يقال أنها المستعمرة الجديدة، أيضا دلالة على أنها ليست صينا. وهم الصينيون عادة في التسمية الأسماء عندهم ترتبط بالشكل إلى حد ما، فهم لا يريدوا أن يقولوا أن هذه بلاد الأيغور ولا يستطيعوا أن يطلقوا عليها اسما، فسموها المستعمرة الجديدة أو المنطقة الجديدة اللي احنا بنقولها سينكيانج. نعم. وأعلنت دولة سنة 1933 وأعلنت دولة أخرى سنة 1944 وتكونت حكومات، لكن الاستقرار النهائي في حوزة الصين بشكل متصل ليس فترات متقطعة بدأ من 1949 إلى اليوم. طبعا هذه يعني ليست فقط هذه المقاطعة المسلمة الوحيدة في الصين،
طبيعي. يعني الآن تقديرات يعني عدد السكان حوالي 20 إلى 25 مليون بالضبط. في من تركستان. الأتراك حوالي 25 نعم، ولكن مليون. تعداد المسلمين في الصين قد يتجاوز 120 مليونا. يعني يدور حول 100 نعم. يعني بين ال 100 وال 120 100 وال 120 مليون من المسلمين في الصين. يعني لا نعرف الكثير عن واقع المسلمين في الصين، دعينا نتحدث عن واقع المسلمين في تركستان الشرقية. هو لا سيما بعد 49. بالضبط. الصين يعني كما هو معروف هي دولة شيوعية بالدرجة الأولى، إذا موقفها من الدين موقف معادي تماما. هل من الدين أم من الدين الإسلامي؟ حتى نكون على وضوح. هنالك دعم، يعني حين نتحدث عن واقع الديموغرافي في تركستان نجد أن الدعم لمن؟ للهان. نعم، اللي هم الصينيون. هؤلاء طبعا يعني ليسوا مسلمين. تمام. ولكن أيضا يحملون دينا خاصا بهم. بالنسبة لتركستان يعني نتحدث عن دين البوذي. لا أغلى هذه يعني نستطيع أن نقول أنها فلسفات، وليغلب عليهم الإلحاد. يعني الهان هم الصينيون. نعم. يغلب عليهم الإلحاد، لا نستطيع أن نقول أنهم يغلب عليهم أنهم البوذية. وأيضا وحالة الشيوعية اللادينية أيضا موجودة، ولكن هل هنالك موقف يعني تحديد من الإسلام أو من الدين بشكل عام؟ هو هناك موقف من الدين ومن الإسلام لوجه الخصوص، لأن الإسلام له خصوصية. الإسلام لا ينفع أن يكون معتقد فقط. لأنه لماذا يعني هذه الانتفاضات المتكررة في تركستان ليست فقط بدافع القومية. نحن سنأتي على واقع تركستان من الداخل. أول تفجير نووي للصين في عام 61 تم في هذه المنطقة. دراسات بريطانية مستقلة تقول أكثر من 200 ألف شخص قضوا بسبب الإشعاعات النووية، ووصول عدد التجارب النووية إلى 47 تجربة. يعني ليست فقط يعني تجربة أو تجربتين. تمام. الإسلام بالذات لا يصلح أن يكون مجرد عقيدة فقط. الإسلام هو منهج حياة. الشيوعية تريد أن تغير كل ما يتعلق بالإسلام في حياة الشعب التركستاني، بدءا من يعني لنا أن نعطي بعض أمثلة. نعم. ما شأن الدولة إذا كان شخص يريد أن يصوم مثلا، ما علاقة الدولة بهذا؟ في الصين منعوا رسميا الصيام في رمضان، بل أنهم كانوا يجبرون أهل تركستان على إقامة الولائم ويفتشون عليهم لينظروا من يأكل ومن لا يأكل. إذا هذا موقف من الإسلام وليس موقف من الدين. أنا بقول لحضرتك لأن طبعا تركستان مسلمين. نعم. ومسلمين ومتمسكين فقط للتذكير أن تركستان تكتب في الحرف العربي. تمام. يعني حتى بعد استقلال المقاطعات التركية للدول التركية التي كانت تحت ظل الاتحاد السوفيتي وإخراج الحرف الروسي واستبداله باللاتيني تأثرا بتركيا الأم. أيوه. تركستان ظلت تكتب بالحرف العربي. تركستان هم الشعب التركي الوحيد إلى اليوم الذي يستخدم الحرف العربي منذ 1000 عام في الابتدائية والإعدادية والجامعة لولا القيود الصينية. بالضبط. يعني هم منذ أن اعتنقوا الإسلام استخدموا الحرف العربي في كتاباتهم، مثل كافة الشعوب التي أسلمت زي باكستان، إيران، الأتراك العثمانيين، مع الحفاظ على اللغة التركية العثمانية كما يسمونها بخليطها العربي والفارسي لما اعتنقوا الإسلام واستخدموا الحرف العربي أصبحت اللغة الأيغورية يعني فيها ما لا يقل عن 70-75%، وأخشى تظن أن أنا ببالغ إذا قلت أن 80% من ألفاظها هي ألفاظ عربية، وهي على نفس هذا الحال إلى اليوم. إذا الإسلام بيمثل بالنسبة للأيغور مش مجرد عقيدة، هو يدخل في تفاصيل حياتهم. وهم الأتراك فيهم مزية جميلة جدا، إذا اعتقدوا بشيء فعلا كان بيبقى اعتقاد صادق، وينقلب الاعتقاد إلى عمل في كل تفاصيل الحياة. فمن الصعب جدا شعب مؤمن بالإسلام قدم للإسلام يعني كل فقهاء وعلماء المسلمين من المفسرين والمحدثين هم من الأتراك. يعني البخاري، النسائي، النسفي، الترمذي، كل هؤلاء من الأتراك. يعني هم يدركون تماما وسط آسيا، هذه منطقة تركيا، الخدمات التي قدموها للإسلام ومدى ارتباطهم به.
فصعب جدا أن بعد هذا كله يخضعون لنظام إلحادي يجعل الإلحاد دروس تدرس بانتظام في المدارس، أن يمنع التركي الأيغوري من أن يصوم ويراقب لئلا يصوم سرا، فإذا ضبط صائما مثلا ممكن أن يلقى به في السجن لسنوات. يعني أنا أعرف أن أطفال صغار السن لا يتجاوزون العاشرة إذا عرف أنهم يقرؤون